مرحبا بكم أعزائي متابعي سلسلة قواعد اللغة الآشورية المعاصرة. في هذه الحلقة الجديدة التي نتحدث فيها عن عنصر آخر من عناصر الكلام، ألا وهو الظرف، الملتة adverb. الظرف كلمة غير متغيرة لا جنس لها ولا عدد. الظرف يأتي مع الفعل للتعريف عنه أكثر عن الفعل. الظرف يختلف عن حرف الجر من حيث أن الأول يأتي مع الفعل ويشير إليه، بينما الثاني يأتي مع الاسم ويشير إليه. والظرف يختلف عن أدوات الربط حيث أنه لا يقوم بربط كلمتين أو جملتين مع بعضهما كما تفعل هذه أي أدوات الربط. هناك عدة أنواع من الظروف استنادا إلى نوعية المعلومات التي تقدمها لنا عن الفعل، وهي ظرف الزمان، ظرف المكان، ظرف الكمية، ظرف الاستفهام، ظرف التأكيد، ظرف النفي، ظرف التمني، ظرف الارتياب، ظرف المقارنة، وظرف الحال. أوكي. وتنقسم هذه الظروف إلى قسمين: بسيطة وهي الأصلية، ومركبة وهي التي تصاغ من الاسم أو الصفة كما سنرى لاحقا. نأتي إلى القسم الأول أي الظروف البسيطة، الملة بشيطة، وكلمة الملة هي جمع لكلمة الملتة لأنها باللغة القديمة. كما قلنا أعلاه فإن الظروف البسيطة هي الأصلية، وهي أنواع كثيرة بالنظر إلى نوعية التعريف الذي تقدمه عن الفعل، وهي الآتية: أولا ظرف الزمان، الملتة زونة. هنا أقدم مثالا لكثير من هذه الظروف، ظروف الزمان، مع تقديم مثال على استعمالها في الجملة وعن معناها باللغة العربية وباللغة الإنجليزية. أولا آدية، آديا طيل آشر البيت، ومعناها الآن now. قمت، آشر قمت مصليلة وخرطة دمخلة، أولا first. قدمت كآزي إسكولاي المدرشة، صباحا morning. كاوترة كدائر شاؤل من مدرشته، أي ظهرا midday. برمشة بتآتي جيورجس من كورة، وكورة معناها محل الحدادة، أي تعني برمشة مساء in the evening. بليلة الطيرة بليلة كبرخي، وهكذا بقية الظروف التي تشير إلى زمن وقوع الفعل، إلى زمن حدوث الفعل. وهناك الكثير: هلا، هيش، خرتم، قام، انبار، تمال، أديوم، تمل، قدمة، جلدة، هماشة، آلم، متوم، هيجا، خريشة، مناقستن، ميشلتانة، وكليهما نفس المعنى، هذه بالحديث وهذه أيضا بالآرامي، ونستعملها أيضا في الكتابة. هججة أو تشوجة بنفس المعنى. دايموتا دائما على الدوام. بتبقوا صدفة at random. بيلزو داود كأخذ بيلزو بالعجلة in a hurry.
وهكذا. والقسم الثاني أو النوع الثاني من الظروف البسيطة هو ظرف المكان الملتد دوكا، وهو يعطينا شرحا عن مكان حدوث الفعل، مثل تاما دوكت اتمية تاما كجامي طير. هناك هو المكان الذي فيه الماء، هناك تجتمع الطيور. أخا قومل خبلاشة خلانة، هنا here. لخا طيرة كلهم كئات لخا إلى هنا. شوفوا الفرق بين أخا ولخا. هو هنا عندما يتحدث عن المكان، مكان الحدوث التي نحن فيه. أما لخا فإلى هنا، هناك تستعمل مع الأفعال التي تشير إلى حركة. إلى هنا، من هنا. مخا لخا إلى هنا، مخا من هنا. أوكي. وأخا هنا. ألل قسم يقولون ألل. نشرة براخل ألل منطورة، فوق above. التخ ها وقاريرة كصالة التخ تحت. دام جواي باب اختيبه الجواي داخل inside. الجواي اسكولاي ورون الجواي مقم ملباني، هنا أيضا إلى الداخل. فدر بيت تحت نقطة كبيرة، بيت ملينة. سرجستي فدر جوجنتا خارج. الودر بقيت أهوانك بلطي الودر إلى خارج. اليمينة طاوة بتكالي اليمين دمارا، على يمين، لليمين رايت. السمالة جو إنجلند كطاري السمالة يسار بيت. وهكذا قماي باراي القامة الأبارة رخقة قربة الدبنة. أوكي. النوع الثالث ظرف الكمية، ومن اسم طبعا من اسم هذه الظروف نحن نفهم إلى ماذا تشير. فتشير إلى كمية الفعل. الملتد كمايوتا. رابة لو قرابة بشتاير، أنه فعل الشرب هو كثير. لو قرابة بشتاير كثيرا too much. خدشة هيمنان شارير خدشينا قليلا few. خكمة غزيلي خكمة ناشن أخراي أديوم بعض صام. زودة قم يرد لي زودة من شختي أكثر more than أكثر من. باصورة مرقص قل باصورة من هاقه أقل less. مدري نكتبها هكذا أو هكذا، أصلها هو هذا، ولكن ممكن أن نكتبها أيضا كذا هكذا وليس آخر. مدري وتقرأ نفس الشيء مدري، لأن النون تبطل لفظها، وأيضا ريش هي أصلها من دريش، يعني من جديد، يعني مرة أخرى بالضبط من جديد مرة أخرى again. مدري درغ الأضطخ قاميتها مدري درغ الأضطخ قاميتها. هل رجعت إلى عادتك القديمة من جديد؟ هل رجعت من جديد إلى عادتك القديمة؟ أوكي. وهكذا. ظرف الاستفهام الملتد شو أهلا، يعطي معنى الاستفهام للفعل، أو عمل أو استفهام للفعل.
وظيفة الاستفهام. قامودي لا تكتب لغل درسخ. لماذا؟ واي. قامو طشل إيراكو إيران. قامودي وقامو نفس المعنى. هذه هي هذه مجذومة كما قلنا أيضا حتى في فصل عن الضمار. عفوا. قامو طشل إيراكو إيران. لماذا؟ واي. داخي كآزة المدرشة. داخي كآزة المدرشة. كيف؟ هاو. إيمن طيلوخ البيت. متى؟ وين؟ أيكا كي بلخت. أين؟ وين؟ ظرف الإثبات والنفي. الملتة سايوموتا وتسروتا هم بيت أيضا. هي آتت قدم أمن شوقة. هي بتآتن. نعم. يس. دخ ليه أخلط أمن؟ دخ أخلن بلا. يس. شوف، نعم وبلا. نعم هي للإجابة على جملة مثبتة، على سؤال إثباتي، سؤال خبري، وبلا على سؤال نفي. عندما نريد أن نثبت سؤال منفي، حتى بالعربية نستعمل بلا، ولو كثير نستعمل نعم فغلط. بلا. ونستعمل دخ لا هي. لا أخلط أمن دخ أخلا. حتى في الألماني هو دخ، يشبه هذا دخ، ما يقولون دخ. دلاشك وكلمة طبعا غريبة عربية. شميرم دلاشك رابا شابرتلا بدون شك، without doubt. دلابوشخ، وهذا هو الأصلي، معنى الأصلي لهذا باللغة الأصلية القديمة عربيا. دلابوشخ طورة هملايا رابا راميل بدون شك، without، نفس المعنى. ختت أرامية أيضا. ختت إلى غزاتا أديوم الطالطة جوتا. يعني أكيد هي مشاهدتنا اليوم للعب الكرة. أكيد sure. هلبات وهي غريبة. جناوها هلبات خلطة طبعا of course. من كل بروس، وهي المعنى بالآرامية لنفس المعنى. إن شومرايم قم أكدايوا وأكدايم قم بولايوا، بس شومرايم من كل بروس قم بولايوا. طبعا هذا نوع من سولوجيزم يسموه بالعلم المنطق. يعني إذا كان السومريين قبل الأكديين والأكديون قبل البابليين، إذن السومريون كانوا بدون من كل بد قبل البابليين. نعم، من كل بد certainly. مسابب وهي كلمة غريبة عربية، ويقابلها بالنحوي الأشوري مطل. لاقم خازنه مسابب خشكيوة، لأنه because for مطل. لاقم خازنه مطل خشكيوة، نفس المعنى ممكن نستعمل هذه أو هذه، لأنه ساخ لي وخزي طيرة شابيرة قط أبدا never ساخ. نستعملها أيضا اليوم نفس المعنى، وهي كلمة غريبة تركية فارسية. هج نفس المعنى، ساخ أو هج له خزي طيرة شابيرة قط أبدا نفس المعنى. أبخى ليه ما سبطاء الله يقرأ، لا أحد nobody. لا لقيتت بنورد لا يقضي إداتخ. أبلا لا يامت أبلا بريشت قامخ، لا ولا حتى.
خس لي تخشونجاني أضل من خينه، حاشا لي أن أحسب نفسي أحسن أو أعلى من الآخرين. ظرف التمني والشك الملتة سكايا وتبوشاخة طوة برخن وأخطيرة ليتا وش تكلا بنفس المعنى نستعملها أيضا، وهي غريبة طبعا مأخوذة من لغة أخرى. تكلا تخازن والي ساونر. انظروا دائما تجي دلت معها الفعل الذي يليها يأخذ دلت طوت، لهذا قسم يلفظوها طوت أو طوت، هي طوة دبرخنوة. تكلا تخازنوة لا تكلت خازنوة، تكلا خازنوة لساور قسم حتى يستعملوه مع تاو تكلت خازنوة. خزي وهي غريبة أيضا، خزي لها ونوائتية ليت أيضا نفس المعنى. انظر ثلاث مرادفات. قومة لا آشر ديوم المدرجة ربما perhaps. بلكة بابخ أديوم ربما أيضا perhaps. كهوية قدمها كهوية دلاها وين شولة ممكن maybe، وهي مرادفات كلها. وهي طبعا تنم عن الشك، يعني لسنا متأكدين، في حين طوة وتكلى للتمني ليت يا ريت. ظرف المقارنة الملتة بوخامة أخ صدر خورت لا أختلك مثل like as عفوا. بوش سباي لا أخلط خليوته. أحسن لا أكثر، أحسن أنا أخلط. هو أكثر صلاحا ممكن، وهي المعنى هو في هذه الجملة أحسن، ولكن أكثر هي حرفيا أكثر صلاحا أكثر جودة أن لا تأكل الحلاوة. بوش من كل نينوس هوناني لبوش من كل الأكثر most. هدخة طبعا هاي مقارنة، هذه للمقارنة هي هدخة خلطة هدخة كي بشليلة هكذا. هادخ هادغ رامي أخونخ هكذا. أو خهدخة لها ودخهدخة كاروبة كذا so much. خهادخ آشر خهادخ مريه ليلم صايا هنا مسح هذا الفعل ليلم صايا قائم من شويته كذا. عاشور كذا مريض، هل قد مريض ليلم صايا قائم من شويته لا يستطيع، بحيث لا يستطيع القيام من السرير. أوكي. ظرف الحال الملتبت أي كنايوتا يعني أهول. سباي سرقون سباي برخاطئ جيد good. خربة داود خربة مثل سوء بسوء badly. badly بالضبط. أوكي. نيخة راديتا رابا نيخة بجواجيلا ببطء slowly. راديتا يعني سيارة، هذه السيارة تتحرك ببطء أو ببطء تتحرك. قوية
شمعون قوية بطرايلة بسرعة قوي quickly. شمعون قوية بطرايلة شمعون يسوق بسرعة. مو ضالة يلودم ضالة طاولنا سويا كذا. بالخط ميخائيل تيلة بالخط لوحده alone. زودة يخنى زودة همزوميلة بالزيادة excessively زايد. تمام نيشة تمام بدمايل الآخونة تماما exactly. تشم بيت تشم جورة جدا very. هنا تنتهي بهذا الظروف البسيطة الأصلية. والآن نأتي على الظروف المركبة. الملة مركبة وهي تركب من الاسم أو الصفة سواء الأصلية منها أو النسبية، وذلك بإضافة المقطع إيت إليها. كيف نركب هذه الصفات من الاسم أو الصفة؟ لذلك تسمى مركبة. نركبها من بإضافة إيت إليها بعد حذف ألب الختام، مثل كيانا إيت من الاسم كيانا وهي طبيعة، كيانا إيت طبيعيا. وراما إيت من الصفة الأصلية راما. وشميانا إيت من الصفة النسبية شميانا، وإلى آخره. وفيما يلي بعض الأمثلة. كيانا إيت مية كجاري من أولو الألتخ. طبعا وهذه الظروف لا نهاية لها. نستطيع أن نركب من كثير مو جميع كثير من الأسماء والصفات نركب منها ظروف، مثل الإنجليزي بإضافة لي badly goodly strongly suddenly. أوكي هي بالضبط تقابل الإنجليزي. وبالعربي بالتنوين طبيعيا إنسانيا اجتماعيا، طبيعة طبيعيا، إنسان إنسانيا، اجتماعي اجتماعيا. أوكي. ناشئيتهم زمل مارا بإنجاليا إنسانيا humanly. إنسانيا تكلم الرب ربنا في الإنجيل. شوتا بائيت سبايلتها وخشوتا بائيت صير بأوضة. من الجيد أن نكون مرتبطين ببعضنا اجتماعيا، أو أن نكون اجتماعيا مرتبطين ببعضنا اجتماعيا socially. يومائيت البلينا يومائيت كم صلي صلوتا يوميا. لماذا لم أكتبها؟ لا كيف مسحت بالأعراب. يوميا. متومائيت أختي ألهم تومائيت إله أزليا eternally. فقط الله هو أزلي هو. المينائيت مريم بيشان أبديا. شوف هناك نحن بالعربية وأيضا بالعشورية هناك فرق بين الأزلي والأبدي. الأزلي طبعا نحن باللاهوت هكذا نفهمها. الأزلي معناه ما ليس له بداية، أما الأبدي تومائيت ما ليس له نهاية. فالله أزلي وأبدي أيضا كما نفهم بالإيمان أو بالفلسفة. أما بالإنجليزي وكثير من اللغات الأوروبية وكلها لا يفرقون بين هذا وهذا. فللكلتا الحالتين سواء بدون بداية أو بدون نهاية يسموه eternally. رخمانائيت بسم لمارا أين تسميه بالرحمة mercifully. أمينائيت يلودة أمينائيت كهاب بخايا دائما always. زونانائيت كخيه برناشة الأرأة وقتيا. شوفوا كلها ترمز إلى الفعل وليس للاسم، وتعطينا معلومات عن الاسم سواء كان وقتي أو أبدي أو أزلي أو دائمي أو يومي. وقوع الفعل
حدوث الفعل، كان يوميا، كان أزليا، كان دائميا. أوكي؟ وهذا الذي يميزها عن أدوات الربط وعن حروف الجر. كالشيرائيت، داود كالشيرائيت كما كمل الشغل بنشاط. اكتب لي داود بنشاط يكمل عمله. بريشائيت هرمس بريشائيت قاتق كما غب خصوصا especially هرمس خصوصا لك يحبك أنت. كنائيت ألا بالدائم الألم كنائيت بالعدالة rightly. الله سيدين العالم بالعدل. خميمائيت آشور خميمائيت قبل الألخ بحرارة warmly. آشور استقبل ضيوفه بحرارة. طوائيت سرغون طوائيت كبالخ بصلاح kindly. سرغون يعمل بصلاح. بيشائيت داود بيشائيت هنزم لباسخ بسوء badly. داود تكلم عنك بسوء وإلى آخره. كما قلت نستطيع أن نصيغ هذه من هذا النوع من الظروف من كثير من الأسماء والصفات، سواء كانت صفة أصلية أو صفة نسبية بأنواعها المختلفة. أوكي. فلا تقريبا نهاية لها، كثيرة جدا لا حدود لها. هنا أقف لكي لا أطيل زائد. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل ومن هذا العنصر من عناصر الكلام ألا وهو الظرف. ألقاكم في الحلقة القادمة، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله وأتمنى لكم أوقاتا هانئة.